في فنانين بيبقوا شاطرين جدا، ويمكن كمان لما بيشاركوا في اعمال فنيه بيكونوا سبب في انهم ينجحوا الاعمال دي. ولكن نفس الفنانين دول لما بيجوا يعملوا بطوله بقى لوحدهم، سواء في مسلسل او في فيلم او في اي حاجه، البطوله دي ما بتجيش معاهم سكه خالص، او بمعنى الاصح افلامهم ما بتحققش النجاح المطلوب. ودول ممثلين البطوله مش جايه معاهم سكه. واول ممثل من الممثلين دول هو سامح حسين. اكيد سامح حسين فنان شاطر جدا، وكمان شارك في اعمال فنيه قدرت ان هي تحقق نجاح كبير قوي، خاصه في بدايته لما شارك في مسلسل راجل وست ستات اللي كلنا حبينا المسلسل ده، وهو بيعتبر اشهر سيت كوم في تاريخ الدراما المصريه. والمسلسل ده اتعمل منه اجزاء كتير جدا، وسامح حسين كان اضافه للمسلسل ده. بدليل على كده ان لما سامح حسين ساب المسلسل ده في جزء او جزئين من المسلسل ما قدرش يحقق النجاح اللي هو، او الناس ما تقبلتهوش زي ما كان فيه سامح حسين. وشخصيه رمزي اللي قدمها سامح حسين في المسلسل ده كانت سبب كبير جدا في نجاح المسلسل. انت بتهببه ده على الصبح، يا ناقصك انت كمان. يا دولا ده ورق البرد يا عم، لقيته كده مكرمش، فقلت بقى كويب المكوى بقى، مش فكره برضك يا دولا. ولكن بعد المسلسل ده بيروح سامح حسين بقى عشان يقدم بطوله مطلقه ليه. يمكن انجح اعمال سامح حسين الفنيه اللي عملها كبطوله مطلقه كان مسلسل اللص والكتاب. ولكن فيما بعد سامح حسين بيقدم اعمال فنيه سواء في السينما او في التلفزيون ما بتحققش اي نجاح عند الجمهور، وبيختفي سامح حسين هنا نهائيا. وتاني ممثل معانا هو محمود عبد المغني، اللي كانت بدايته الفنيه مهمه وقويه جدا، وده لما شارك في اعمال فنيه حققت نجاح عند الجمهور زي عبود على الحدود وزي صايع بحر، وبعدها قدم دم الغزال والشبح وغيرهم من الاعمال الفنيه اللي اكيد محمود عبد المغني كان اضافه ليها، الى ان قدم محمود عبد المغني اول بطوله مطلقه ليه وهو فيلم رد فعل، الفيلم اللي ما حققش نجاح قوي لما يتعرض في السينما، ولكن في الدراما بيقدم مسلسل الركين، والمسلسل ده بيحقق نجاح عند الجمهور كويس. وفي سنه 2014 بقى بيتعرض على محمود عبد المغني ان هو يعمل مسلسل ابن حلال، ايوه المسلسل اللي عمله محمد رمضان وكسر الدنيا، ويمكن اللي كان سبب من اسباب شهرة محمد رمضان اصلا. ولكن هنا بقى محمود عبد المغني بيرفض ان هو ياخد المسلسل ده، وده السؤال اللي بساله لكم، هل لو محمود عبد المغني كان عمل ابن حلال كان هينجح نفس نجاح محمد رمضان ولا لا؟ ويمكن محمود عبد المغني رفض مسلسل ابن حلال بسبب فيلم النبطشي. وانت بقالك سنين محلك سر. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان احنا مش هنقدر نقف ضد التيار يا سعد. حاجه بعينها يا نرجس. ولكن فيلم النبطشي ما بيحققش اي نجاح في السينما برضه. بعد فيلم النبطشي بقى محمود عبد المغني بيقدم سلسله من الافلام اللي ما بتنجحش في السينما خالص، زي مثلا فيلم كرم الكينج. بعد كده بيرجع محمود عبد المغني عشان ينزل يشتغل دور تاني مع ممثلين الصف الاول. ثالث ممثل معانا هو محمد رجب. محمد رجب هو ممثل خطير جدا، حتى قبل ما يكون له افلام من بطولته. محمد رجب اي فيلم كان بيشارك فيه زمان كان بيقدر ان هو يثبت نفسه كويس، وشارك في افلام زي حراميه في KG2 والباشا تلميذ مع كريم عبد العزيز، وكمان مذكرات مراهقه وملاك اسكندريه مع احمد عز، وغيرهم من الاعمال الفنيه طبعا اللي عملها محمد رجب، الى ان قدم ضمن دستة اشرار، وده كان بطوله مشتركه مع ياسمين عبد العزيز وخالد صالح. ولكن بعد الفيلم ده محمد رجب بيروح يقدم بطولات مطلقه زي كلاشينكوف، اللي من وجهه نظري هو بيعتبر من افضل افلام محمد رجب. وبعدها محمد رجب بيقدم افلام تانية، في منها اللي كان كويس وفي منها اللي مش افضل حاجه، وكل الافلام دي ما كانتش بتحقق نجاح وايرادات في السينما. ولكن تفتكروا ليه لما بيعمل افلام لوحده ما بيحققش نجاح؟ من الفنانين المبدعين جدا اللي حظهم قليل في البطولات المطلقه هو احمد عيد. يمكن بدايته تكون قويه من حيث الافلام اللي كان بيقدمها كبطل مساعد، زي شورت وفانيلا وكاب وافريكانو وازاي تخلي البنات تحب. احمد عيد بقى لما قدم بطوله مطلقه كانت افلامه حلوه قوي، زي فيلم ليله سقوط بغداد مثلا، وانا مش معاهم وغيرهم من الافلام المهمه. ولكن للاسف معظم افلام احمد عيد ما كانتش بتحقق ايرادات عاليه في السينما. ولكن احمد عيد لما بيشارك في اي عمل بيكون اضافه قويه للعمل ده. يكفي ان احمد عيد عمل فيلم يعتبر من اعظم افلام السينما المصريه، وهو فيلم ثقافي اللي كان بالتعاون مع فتحي عبد الوهاب واحمد رزق. واخر ممثل معانا في حلقه النهارده هو عمرو عبد الجليل. لو هتيجي لاختيارات عمرو عبد الجليل للمواضيع في الفتره الاخيره دي هتلاقيها اختيارات مش افضل حاجه، على عكس اختياراته في البدايه زي كلمني شكرا وصرخه نمله، الافلام اللي قدرت تحقق نجاح جماهيري كبير وقتها. لكن افلام عمرو عبد الجليل اللي قدمها قبل كده ما حققتش اي نجاح، وعشان كده عمرو عبد الجليل رجع تاني يشارك في افلام كبطل مساعد، ودول كانوا ممثلين البطوله المطلقه ما جاتش معاهم سكه. وسلام.